السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناة اكلات شهية ولذيذة. هنعمل النهاردة مع بعض صينية الجمبري في الفرن بمكونات بسيطة موجودة في البيت بطريقة سهلة وطعمها تحفة. مش هتاخد معاكي اي وقت. تعالوا نعملها مع بعض. بس لو اول مرة تشوفيني اتمنى ان انت تشتركي معايا بالقناة وتفعلي جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش اللايك والشير. يلا نبدأ بسم الله. أول حاجة جبت عندي كيلو من الجمبري وبكون غسلاه كويس قوي، وبتفتحي الظهر بتاعه وبتشيلي منه الكيس الرملي. بغسله كويس جدا وبسيبه يتصفى عندي. الجمبري لما بننضفه مش بنشيل الراس بتاعته، لأن هي بيبقى فيها كل الطعم والنكهة القوية بتاعت الجمبري بتبقى موجودة فيها، فيفضل ان انتي ما تشيليش الراس. وبعد كده بجهز عندي التوابل والخضار اللي انا هستخدمه. عندي جزر مبشور وفلفل رومي متقطع اللي هو الفلفل الأخضر، وعندي برضو فلفل ألوان سواء أحمر أو أصفر. الخضار ده بيدي نكهات وطعم جميل قوي للصينية. وعندي بصلة متقطعة وطماطم، وطبعا عندي الثوم المفروم. في طاسة سخنة على النار هحط شوية من الزيت والزبدة. الزبدة بتدي نكهة وطعم جميل قوي لطاجن الجمبري. هفكك الزبدة مع الزيت يسخنوا كويس قوي في الطاسة مع بعض. وبعدين هكون مجهزة عندي أول حاجة هنزل بيها البصل. هنزل البصل واديله تشويحة بسيطة على النار. أنا عايزاه بس يدبل معايا، مش عايزاه ياخد معايا أي لون، بس يدبل. هكون مجهزة عندي التوم. أنا بحط هنا معلقة صغيرة من التوم المفروم. لو انت بتحبي نكهة التوم تبقى قوية ممكن تزودي الكمية عن كده، بس معلقة صغيرة بتدي نكهة جميلة قوي وبيبقى الطعم مظبوط. يدبل معايا كويس وأنزل التوم. الطريقة دي بسيطة قوي ومش هتاخد معاكي أي وقت، وطعمها في منتهى الجمال. الخضار لما بيتشوح مع البصل والثوم والزبدة، التتبيلة دي بيبقى طعمها جميل جدا، وبتشرب من الصوص وبتشرب من الجمبري وبتاخد من الطعم بتاعه. أنا عايزة أقولك إن هي بتتاكل حاف لوحدها، بيبقى طعمها جميل جدا. معمولة في البيت بنظافة وأحلى من محلات مليون مرة. بعد ما يتشوح البصل كويس مع الثوم تشويحة بسيطة، هبتدي أنزل عندي بالخضار. الجزر المبشور والفلفل الألوان والفلفل الأخضر هيتشوحوا معاهم برضو تشويحة بسيطة لحد لما الخضار يدبل معايا. وآخر حاجة خالص بضيفها الطماطم لأن هي مش بتاخد وقت على النار. وكمان هكون عندي مجهزة شبت متقطع وبضيفه، بيدي نكهة حلوة قوي لطاجن الجمبري. السمك بيحب الخضرة والخضرة بتديله طعم جميل، وأكتر حاجة بيبقى طعمها حلو قوي مع السمك هو الشبت. هشوح الخضار تشويحة بسيطة لحد لما يدبل معايا. وبعدين آخر حاجة خالص هنزل بيها الطماطم. بصي ما شاء الله، يعني الألوانات والريحة تحفة ازاي. ريحتها في منتهى الجمال. الزبدة مع البصل مع الثوم مع الخضار، ريحتهم وشكلهم تحفة جدا. هضيف آخر حاجة الطماطم لأن هي مش بتاخد وقت على النار، وهقلبها كويس تاخد تشويحة بسيطة لحد لما تنزل المية بتاعتها. مش عايزة أقولك وأنا بقلب كانت الريحة تحفة والألوانات في منتهى الجمال. التخديعة دي بتبقى حلوة جدا وبتتاكل لوحدها معايا. آخر حاجة عندي بقى هبتدي أضيفها عندي التوابل. طاجن الجمبري مش بيحتاج افتكاسات ولا توابل كتير، احنا هنستخدم التوابل العادية. معلقة صغيرة من الملح، وهضيف عندي معلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، ورشة من الفلفل الأسود، وهحط عندي معلقة صغيرة من الكركم. الكركم بيديها نكهة جميلة قوي وبيدي لون جميل قوي للتتبيلة دي. وهضيف هنا رشة من الشطة، ودي اختياري. لو انت بتحبي الاكل سبايسي ممكن تضيفيها. لو انت عايزة الطاجن لا يبقى طعمه عادي وما بقاش فيه طعم حراق او حاجة عشان لو فيه اطفال ما تضيفيهاش. نقلب بقى الخضار مع بعضه كله. عايزاه بقى ياخد من طعم التوابل والتتبيلة دي ويتشوح كده تشويحة بسيطة.
واخر حاجة هضيفها معلقة من معجون الطماطم. معجون الطماطم بيدي لون جميل قوي للتتبيلة، وكمان بيدي نكهة وطعم حلو قوي. وهكون عندي مجهزة الشبت مغسول ومتقطع، بضيفه وبقلبه كويس قوي مع التتبيلة دي، بيديله طعم جميل جدا. احنا طبعا كده بنحاول ان احنا نعزز من طعم الطاجن، وكمان بنزود من قيمته الغذائية. واكون مجهزة عندي الجمبري مغسول ومتصفي كويس، وهضيفه على التتبيلة. انا عايزاه يتشوح معاها تشويحة كويسة، وياخد بقى من طعم الخضار والزبدة والثوم والبصل، ويبتدي يتغير لونه. اقلبه كويس لحد لما يبتدي اللون بتاعه يتحول للون الاورنج. الجمبري مش بياخد وقت على النار، تشويحة بسيطة وهتلاقي اللون اتغير معاكي على طول. وهكون مولعة الفرن ومسخناه على درجة حرارة 180. الصينية هتتحط معايا في الرف الأوسط. وهكون مجهزة كوباية إلا ربع من المية المغلية، وهضيفها عندي على الجمبري. أنا عايزاه يشرب من الصوص وياخد من التتبيلة دي. بصي ما شاء الله الألوانات تحفة، وكانت ريحتها رهيبة. هجيب عندي صينية وهبتدي أضيف فيها الجمبري مع التتبيلة دي، وهدخله عندي الفرن على فرن سخن على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط. مش هياخد معاكي غير 10 دقايق. 10 دقايق بالظبط هيكون استوى وبقى طعمه جميل. مش هسيبه مدة طويلة علشان أنا عايزة الجمبري يطلع الواحدة بوحدتها من غير ما القشر بتاعه يفك منه. لو انت عندك عزومة وعاملة عندك تشكيلة من الأسماك، صينية الجمبري بيبقى طعمها تحفة وفي منتهى الجمال، ما خدتش معانا وقت خالص، وبيبقى طعمها تغيير عن طعم الجمبري المقلي العادي. صينية الجمبري ممكن تعملي جنبها رز أبيض، أو ممكن كمان تتاكل بعيش طري وسلطة طحينة، بيبقى طعمها جميل قوي. ضفنا معاها أنواع كتير من الخضار بتزود من قيمتها الغذائية وبتديها طعم جميل جدا. بصي هنا كانت خرجت من الفرن، الجمبري شرب بقى من الصوص ومن التتبيلة الموجودة، تحفة ما شاء الله. تشرفك في أي عزومة هتعمليها، سهلة وبسيطة ومخدتش معانا أي وقت خالص. أتمنى يا رب الوصفة تكون عجبتكم، وإن شاء الله هستنى تعليقاتكم لما تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها إيه. وتابعوني علشان تشوفوا كل الوصفات الجديدة اللي بتنزل. شكرا ليكم ولمتابعتكم.